سألت حالك من قبل كيف قدرت تحقق كل الإنجازات اللي عملتها بحياتك؟ طبعا سبب أنه أنا وأنتو ربينا وتعلمنا مدارس هيئتنا لنكون أشخاص ناجحين. بس تخيل لو ربيت كطفل لاجئ قاعد بخيمة بلا مدرسة، هل رح أقدر أتعلم وأطلع شخص ناجح؟ آلاف الأطفال عاشوا هالحالة، عندهم حلم يكونوا مبدعين ومؤثرين بالمجتمع، بس الظروف ما عم تسمح لهم لأنه المدارس مدمرة والمدرسين قلال. لكن رغم الصعوبات في أمل بوجود مبادرة مثل أبجد كانت تعلم الطلاب بالمخيمات، وبعد رجعت الأطفال من المخيمات لبيوتهم الأمل صار أكبر. مبادرة أبجد أطلقت مشروع اقرأ بريف دمشق وريف إدلب، والهدف إعادة تأهيل مدرستين لتكون بيئة آمنة ومريحة للأطفال وتستقبل أكثر من 1000 طفل وطفلة وتعليمهم من خلال مناهج تعويضية، وأيضا تدريب أكثر من 45 معلم ومعلمة ليكونوا مستعدين يواجهوا التحديات ويعطوا من قلوبهم. ولأنه بدون دعم الأهالي صعب تحقيق النجاحات، خصصت المبادرة مساحة للأهالي ليشاركوا برحلة تعليم الأطفال. فإذا حابب تساهم بتغيير حياة طفل وتعطيه فرصة ليطلع شخص ناجح وفاعل بالمجتمع، تبرع على مبادرة أبجد لتساهم بصناعة الجيل القادم يلي راح يعمر سوريا، لأنه العلم هو حجر الأساس بإعادة الإعمار. بس يا ترى